عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم لولي من قناة لولي تشانل، والنهاردة هنعمل مع بعض البطاطس بالبشاميل في الفرن. اول حاجة معايا بطاطس مسلوقة، انا سلقاها بقشرها وبعدين بقشرها واقطعها شرايح. ومعايا بشاميل انا كنت عاملاه معاكم قبل كده في فيديو، هنزله لكم في صندوق الوصف. ومعايا جبن متنوعة، يعني اي جبن عندكم تقدروا تحطوها في الوصفة دي. اول حاجة اجيب صينية واحط تحت شوية بشاميل وافرده في الصينية زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين هرص عليها شرايح البطاطس المسلوقة اللي معايا لحد ما اخلص اول طبقة. وبعد كده خلصت اول طبقة، وبعدين هبتدي احط شوية جبنة. انا هنا كنت بحط ملح وفلفل علشان البطاطس معاكم ما تطلعش دلعة. حط بقى بين الطبقات جبنة موتزاريلا، او دي جبنة مشللة، دي نوع جبنة سوري. ممكن تحطوا اي نوع جبنة، ممكن تحطوا جبنة رومي، تحطوا جبنة نستو، جبنة بيضة، اي حاجة، بس المهم تحطوا جبنة موتزاريلا. وبعد كده تضيفوا اي نوع جبنة تاني معاها. كده قطعت الجبنة النستو مكعبات ورصيتها، وهبتدي احط دلوقتي الجبنة المشللة. اهم حاجة في الوصفة دي الجبنة اهم من البشاميل، كل ما تزودوا جبنة طعمها طبعا يكون احلى، وفي نفس الوقت ما تحطوش جبنة كتير جدا وتغطي على طعم البطاطس. بعدين بقى ارص الطبقة التانية من البطاطس، كده خلاص خلصت. ممكن برضو ارش رشة ملح وفلفل الاول قبل ما احط الجبنة. انا بحب احط الجبنة قبل البشاميل، ما احطش جبنة فوق البشاميل علشان ما تنشفش معايا في الفرن، تسيح تحت البشاميل وتفضل طرية. وبعد ما خلصت كل كمية الجبنة اللي هحطها دلوقتي بقى هضيف البشاميل. مش لازم يكون البشاميل طبقة عالية قوي، بس المهم ان هو يغطي وش البطاطس كلها. دلوقتي بقى هحطها في الفرن، وبعدين هوريها لكم بعد ما تطلع. اهو كده بعد ما طلعت من الفرن، هي ما بتحتاجش غير ان هي تاخد لون بس مش اكتر. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.